محلل البيانات ده؟ محلل البيانات ده بيعمل ايه او دوره ايه اصلا؟ محلل البيانات ده دوره اربع حاجات. تمام. اول حاجة يفهم الدومين اللي هو شغال فيه. طب هل انا يا باشمهندس كدوري كمحلل بيانات ان انا اتخصص في مجال معين؟ هقول لك بصراحة وجهات النظر كتيرة جدا. انا هقول لك وجهة نظري، يا تقبل بيها او ترفضها، دي as you like. بس انا دلوقتي خريج حاسبات ومعلومات. حلو. مجالي ايه؟ مجالي تكنيكال. هل انا محتاج ان انا اتخصص في جزء بيزنس معين؟ يعني مثلا اقول انا هتخصص في ان انا بتاع مبيعات بس، او انا بتاع ماركتينج، او انا بتاع فاينانس، او انا بتاع مش عارف كذا، او انا بتاع مبيعات او ريل استيت، او انا بتاع انشورنس او... لا. ليه؟ لاني لو هفرض لك مثال بسيط جدا، انا مفيش بروجكت من المشاريع اللي اشتغلت عليها فريلانسنج كانت زي بعضها. كان واحد في وزارة مش عارف ايه، وواحد مبيعات، وواحد يخص الريل استيت، واحد كان يخص الانشورنس، واحد يخص معرفش صيانة ايه في مركز مش عارف كذا، وواحد بتاع التريننج، وواحد بتاع قواضي ووزارة العدل وقصص كبيرة كده وبتاع، والترجمة بتاعت اللغات والكلام ده. فانت هتيجي تبص هتلاقي ان يا جماعة أنا محلل بيانات، مش محلل بيانات في حتة معينة. بس لما أنا باجي يجيلي شغل في حتة معينة، ببقى عارف إزاي أذاكر للدومين ده لو أنا ما كنتش اشتغلت فيه قبل كده. إن أنا أفهم إيه الكي بي أيز المهمة اللي موجودة فيه، أفهم إيه المشاكل اللي عنده، إزاي أحلها، إزاي البيزنس ده بيشتغل أو بيدور حوالين إيه، وإيه معظم المشاكل اللي موجودة فيه. تمام. بس هل انا دوري ان انا كمحلل بيانات ان انا اكون لازم ابقى سبيسيفيك، وان انا محدد في مجال معين بس ما اشتغلش في غيره؟ as you like. محلل محاسب مثلا يوم ما بيتعلم تحليل بيانات، بيتعلم تحليل بيانات عشان يكون محلل مالي. فالشخص ده اختار الدومين اللي هو عايز يشتغل فيه، الحتة اللي هو عايز يشتغل فيها، خلاص. بس انا يوم ما هيجي لي داتا في مالية معينة وانا المفروض اشتغل فيها، نفس التكنيكس اللي المحلل البيانات او المحلل المالي اللي هيعملها انا كمان هعملها، بعد ما اشوف ازاي ده بيتم وازاي ده بيتعمل وازاي التفاصيل دي كلها، واشوف الداتا كمان عندي، وممكن وقتها اكون احسن منه. حلو. طيب، الدومينز كمان والافكار اللي فيها هتلاقيها يعني مش هتجيبها من اول مرة. هتعيش شوية في مشاريع معينة، شوية في مشاريع تانية، شوية في مشاريع تالتة، شوية شوية هتلاقي نفسك بدأت تجمع انت محتاج ايه في كل دومين، ومحتاج ايه وهتتعامل معاها ازاي، والمشاكل وهكذا. مش شرط كمان على فكرة، خلي بالك والله العظيم، الدومين ده انا كان مثلا جالي اربع مشاريع في نفس الدومين. على سبيل المثال السيلز، كل واحد من المشاريع اللي انا اشتغلت عليها دي، كل واحد فيهم كان بمتطلبات مختلفة تماما عن التاني. في حاجات متشابهة، في حاجات متشابهة، بس كل واحد من اللي انا اتعاملت معاهم كان ليه متطلبات مختلفة، الداتا بتاعته مختلفة، البروبلمز اللي عنده مختلفة، كل حاجة مختلفة. طيب هل ده معناه ان انا اليوم ما هشتغل في مجال او في دومين معين ده معناه ان انا قفلته؟ اكيد لا. لان هيجي لك غيره بمتطلبات مختلفة، بدومينز مختلفة. تمام. طيب تاني حاجة، هو أنا عايز إيه من الداتا؟ يعني ده سؤال مهم جدا، وده أول سؤال أساسا ممكن تسأله لنفسك. هو أنا عايز إيه من الداتا اللي عندي دي؟ getting the data needed، يعني أنا عايز إيه بالظبط؟ حلو. لازم تسأل نفسك وتسأل الشخص اللي أنت هتشتغل معاه أو مع الشركة إيه المشاكل، بقالها قد إيه المشاكل دي متكررة، وفكر في إزاي تحل المشاكل دي، والداتا اللي عندك دي محتاج منها إيه عشان تقدر آه، تطلع بالانسايتس اللي انت محتاجها. تالت حاجة ومرحلة انا بعشقها بصراحة، هي مرحلة البري بروسيسنج بقى. انا عندي داتا، وعندي كم كبير جدا من الاكشنز اللي انا ممكن اعملها على الداتا بتاعتي دي.
مرحلة البري بروسيسنج دي انا بعتبرها مرحلة كأنك بالظبط واقف على شط بتبني المركب اللي انت هتعدي بيه للمرحلة التانية. فمرحلة البري بروسيسنج دي لو بنيت فيها الداتا بتاعتك بشكل او اتعاملت مع الداتا بتاعتك بشكل مش كافي ومش صح هتغرق. والاكشن يا تبقى مركز وانت بتعمله يا هيدمر معاك حاجات كتير قوي. فمرحلة الباور كويري والداتا كويري والداتا بري بروسيسنج وانك تعمل كليننج للداتا وتعمل كلاسيفيكيشنز وفاليديشن وتكتشف الايرورز وازاي تعرف تتعامل مع الايرورز وكل الحاجات دي، ده امر مهم جدا انك تبقى مستوعبه وقابل انك قد كل بروجكت تشتغل فيه ممكن يكون متطلباته مختلفة او تعمل فيه اكشنز مختلفة ما عملتهاش في حاجات قبل كده، بناء طبعا على الداتا هي اللي بتحكمك. الداتا دي هي الطارة بتاعت العربية، هي اللي بتحكمك تروح يمين ولا تروح شمال ولا تروح فين بالظبط. فانت بتعمل ايه؟ انت ماسك الطارة اللي هي الداتا دي، هي بقى اللي بتقول لك والله انا عندي حتة الفلانية فيها مشكلة فتعالى نعملها. انا عندي الحتة الفلانية العمود الفلاني عايزين نعمل له سبليت عشان نطلع بالقيمة الفلانية عشان نعمل واحد اتنين تلاتة. والله ده انا عندي عمود، العمود ده فيه مثلا ال- الارقام القومية. الارقام القوميه ده كنز بالنسبه لنا. تعالى يا باشا، الرقم القومي ده فيه ايه؟ الرقم القومي ده فيه القرن اللي الشخص ده اتولد فيه 1900 ولا الالفينات. الشخص ده تاريخ ميلاده كام وشهر ميلاده كام ويوم تاريخ ميلاده كام. الشخص الرقم القومي ده بيبقى فيه كود المحافظه. كود المحافظه ده يعني انت محافظة ايه بالظبط. فانت ممكن توزع العملاء اللي موجودين عندك بالرقم القومي على المحافظات فتبقى عارف المناطق الجغرافية بتاعتهم. الرقم القومي بيكون موجود فيه الذكور والإناث. لو الإناث بتبقى زوجي ولو لو الرقم فردي بيبقى ذكور أو العكس أيا كان يعني. بس انت في الاول في الاخر رقم قومي قدرت تطلع منه بحاجات كتيرة قوي، ده من خلال برضو البري بروسيسنج وانك تبقى شايف ايه اللي انت ممكن تتعامل بيه مع الداتا بتاعتك. فانا شايف ان المرحلة دي هي من اهم المراحل ليك انت كمحلل بيانات، ان انت تتعامل معاها بشكل صحيح وتتقنها، بتبقى بتفرق معاك جدا بعد كده. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي ان انا انشئ الفيجواليزيشن اللي المفروض هتعامل بيه او هعرض فيه كل الاكشنز اللي فاتت بقى. الاسئله اللي انا فكرت فيها والبروبلمز والانسايتس وكل حاجه هبدا اعرضها هنا. حلو، في الداشبورد بتاعتي. فالناس مفكره ان الداشبورد هي اخر مرحله او اول مرحله او هو ده اللي محلل البيانات بيعمله. وهو في الحقيقه مش محلل البيانات ما بيعملش ده، محلل البيانات بيعمل حاجات كتيره جدا قبل من ده. بس ده مهم ان ده بيبروز الشغل بتاعك. تمام، الناس ما بتشوفش كل اللي فات، بس الناس بتشوف الشغل بتاعك ده بس، بتشوف الريزلت. الناس ما بتشوفش مثلا الخياط وهو متبهدل في انه بيقطع القماش وبياخد المقاس وبيعمل مش عارف ايه وبيخيط الحتة الفلانية مع الحتة الفلانية ويعمل ده ويعمل ده ويجمع دول مع بعض عشان يطلع في الاخر بقميص او بلوفر او قطعة منتج لطيفة تقدر تتباع. اهو المنتج النهائي ده هو ده الداشبورد اللي انت بتعملها، بس فيما وراه في اكشنز كتيرة جدا انت بتعملها. تمام. طيب خلاص خلصنا من جنرال بنتكلم عن الداتا اناليسيس، تعالوا ندخل سبيسيفيك اكتر عن الباور بي اي وايه هو اصلا الباور بي اي.